مرحبا بكم في قناة ماروك نيوز. اليوم في هذا الفيديو سنحاول أن نبرز بعض الوثائق التاريخية لحقية المغرب في صحرائه الجنوبية وكذا صحرائه الشرقية. طبعا بالوثيقة وبالتاريخ لا نريد من خلال الفيديو نشر الفتن والقلاقل بين الشعوب، لكن من له حق ليس من العيب أن يطالب به، كما أن الطرف الآخر يجب أن يمتلك الجرأة والشجاعة الكافية ليعطي الناس حقوقهم. الوثيقة الأولى هي عبارة عن خارطة في عهد الحسن الأول سنة 1880 تشير إلى حدود المغرب التاريخية في تلك الفترة. وكما تلاحظون المغرب كان دولة شاسعة حدودها تمتد إلى نهر السنغال، مرات عبر بلاد شانغيت أو ما يعرف بموريتانيا حاليا، ومناطقه الشرقية كانت في عمق الصحراء يعرف اليوم بالصحراء الجزائرية. بل أكثر من ذلك يمكن أن نقول أن حدود المغرب الشرقية كانت تمتد إلى تخوم تونس وقريبة من ليبيا. إن المغرب يمكن أن نقول على أنه كان عبارة عن إمبراطورية. نحن نطالب بحقوقنا التاريخية ولا نطالب بالاعتداء على أملاك الآخرين. وثيقة أخرى هي عبارة عن رسالة من طرف السلطان مولاي الحسن الأول إلى الشيخ ماء العينين، مؤرخة بتاريخ 12 شعبان 1306 هجرية 1889 ميلادية. هذه الرسالة كانت عبارة عن جواب أو كانت عبارة عن رد على رسالة الشيخ إلى السلطان بخصوص الأطماع الأجنبية الإسبانية التي كانت تتعرض لها منطقة طرفايا. وثيقة أخرى عبارة عن ظهير للسلطان المولى عبد العزيز، حيث يعين فيه أحد أعيان منطقة الصحراء كقائد على منطقة أولاد موسى والعباد أولاد علي، وهي مؤرخة بتاريخ 1899 ميلادية 1316 هجرية. وثيقة أخرى عبارة فيها أيضا عن تعيين للسلطان محمد الخامس لأحد أعيان الصحراء على المنطقة. طبعا هذا إن أثبت شيئا فإنما يثبت أن منطقة الصحراء أعيانها كانوا مرتبطين بسلاطين المغرب بروابط رسمية عن طريق البيع وما يشابهها. وثيقة أخرى عبارة عن رسالة من الشيخ ماء العينين للسلطان مولاي عبد العزيز. طبعا هذه الرسالة هي التي رد فيها وعبر فيها الشيخ للسلطان المغربي على أن منطقة طرفايا تتعرض لأطماع استعمارية أجنبية إسبانية، وبالتالي واضح جدا من خلال الوثيقة على أن منطقة الصحراء منطقة عينها وسكانها كانوا مرتبطين تاريخيا عبر العقود بسلاطين المغرب، وهذا أمر لا نقاش فيه. فنحن نثبت الأمور بالتاريخ ولا نثبتها منطلقة من الخيال أو أشياء أخرى. لدينا هنا وثيقة تثبت حقية المغرب في منطقة العرجاء بفيكيك. للأسف الشديد هذه المنطقة مؤخرا بسطت الجزائر سيطرتها عليها. كنا نتمنى أن يكون الرد المغربي حاسما، لكن أعتقد على أن الظروف السياسية والجيوسياسية خاصة المتعلقة بالصحراء ربما جعلت المغرب يتريث في الرد، لكن مهما طال الزمن أو قصر سوف نسترجع هذه المناطق كلها بإذن الله. نرجو منكم التعليق على الفيديو ونشره لتوعية المواطن بهذه الأمور.